السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نقدم لكم تحلية بسيطة، تحلية زمان كما تعرفوها، بساط الريح او على حسب كل ولاية كيفاش يسموها. هنا راح ندير كمية شوية كبيرة، حندير 6 بيضات وكاس سكر، كاس زيت، زوج خميرة كيميائية وزوج فانيليا، وحندير عصير برتقالة والمبشور تاعها. كما راكم تشوفوا هنايا راح نضرب البيض مليح نضيف السكر ونضيف الزيت ونخلط مليح. هنايا حطيت السكر وخلط مليح حتى دابلي، ونزيد نضيف كما راكم تشوفوا، نزيد نضيف الزيت. هاد التحلية هي تالمو بسيطة بزاف ومليحة، الولاد كامل يحبوها، حتى الزوج تاعي الثاني كي درتها لهنا في تركيا حبها، يعني عجباتو. مام كي جاوني الضياف جربت تاني، درتها تاني عجبتهم. ولو اني هنايا كل مره نديرها بمعجون مختلف، كل مره نديرها، مره نديرها بمعجون الفراوله، مره نديرها بمعجون المشماش، مرة ندير فيها عصير البرتقال، مرة تقدروا ديروا فيها عصير الليمون. كل مرة واش تحبوا تضيفوا، كل إضافة تضيفوها راح تزيدها بنة، يعني هذه تحلية لا يستغنى عنها. هنايا ضفت الفارينة، نضيفها تدريجيا. العجينة تاعي ما لازمش تكون يابسة، لازم تكون جارية، القوام تاعها جاري. ومن بعد نحيو منها واحد حوالي ملعقتين، نخليوهم باه نزيدو لهم الفارينة، نيبسوها العجينه هذيك باه نبشروها، نرحيوها من الفوق، نحطوها من الفوق بعد ما نكونوا حطينا المعجون. اذا كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي مطلوب، ما راهيش يابسه بزاف وما راهيش جاريه بزاف، هذا هو اللي القوام تاعها المطلوب. نجيبوا الصينيه تاعنا تاع الفرن، ندهنوها بشويه زيت او زبده. انا هنايا في الفيديو هذا درت شويه زيت، تحبي ديري زبده تحبي ديري زيت، يعني كيما راك تشوفيه. هنايا فرغت العجينه تاعي في صينيه الفرن، نسويها مليح، نعدلها في الصينيه وندخلها للفرن على درجه حراره 180 الى 200. خليها تطيب من تحت مليح، خليها تطيب من تحت حتى يعني هي تطيب نص طياب، اي تبان مجرد تقيسيها من الفوق تبان تلمت شويه العجينه، يبدا تيبس شويه العجينه، تخرجيها من الفرن باش نحطوا عليها من فوق المعجون. نحطوها في الفرن ونخدموا هذيك الزوج ملاعق اللي خليناهم، نحطوا لهم شويه فرينه ونحاولوا نيبسوها مليح، تولي يابسه العجينه، تولي نقدروا نحكموها بيدينا باه من بعد نبشروها.
اذا كما راكم تشوفوا هنا هاي يبست العجينه. نجبدوا العجينه تاعنا اللي حطيناها في الفرن. كما راكم تشوفوا بدات هنايا نشفت شويه من الفوقه. نفرغوا عليها الكونفيتير تاعنا، معجون المشماش او اي معجون تفضليه. كاين اللي يحبوا معجون الفراوله، كاين اللي يحبوا اي معجون تحبوه ولا يحبوه ولادكم ديروه. المهم كونفيتير ديروا. كاينين اللي يحبوا يديروا شوكولا من الفوق، انا ما جربتش درتها بالشوكولا، دائما نديروا بالكونفيتير. كما راكم تشوفوها العجينه مازالت ما يبستش مليح. المهم نحاول ندهنها قدر الامكان، نغطي العجينه اللي من الفوق مليح كامل بالكونفيتير، ودرك نرابي عليها العجينه هذيك اللي يبستها بالفارينه باه تعطيها واحد الشكل هكا راقي، تبان كلي باشرين دايرين عليها الكاوكاو ولا اي حاجه هكا، ولكن هي عجينه في عجين. هنايا ها كما راكم تشوفوا في هذه هنا بديت نبشر العجينه هذيك عشوائيا. المهم نحاول نغطي قدر الامكان الكونفيتير هذاك، ومن بعد نشعل عليها من الفوق، نطيبها دركا من الفوق، نحطوها طيب من فوق حتى يحمر الوجه من الفوق، ونقدموها نقدموها مع اتاي، نقدموها مع قهوه، نقدموها في قهوه العصر. يحبوا يجوك ضياف هكا يعني وتكوني مزروبه، هذه سهله تاني باه ديريها، ما تحكمش اليد بزاف. المهم هذه هي تحليتنا لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.